اهلا بيكم في الفيديو اللي شفناه من شوية. هو فيديو انتشر على السوشيال ميديا كلها بسرعة كبيرة جدا، واللي اثار غضب كل اللي شافوه. هو فيديو لسحل السيدة في محافظة الشرقية على يد اخو جوزها. طبعا الفيديو يعني مؤلم ويقطع القلب. السيدة مستضعفة، طبعا تم سحلها من على سلالم بيتها بشكل عنيف. يعني احنا شايفين وحشية، ضرب، اهانة. حتى طفلها يعني ابنها الصغير كان بيدافع عنها برضو، ضربه هو كمان. يعني في مشهد صادم لبيت العيلة. يعني الحكاية بتقول انها السيدة دي عايشة في بيت عيلة من 15 سنة، وفي مشاكل بينها وبين سلفتها. يعني هي عايشة هي وأخو جوزها في نفس البيت. كل واحد له شقة، وسلفتها دي بتضايقها جدا. بتعملها مشاكل، يعني من ساعة ما اتجوزت وهي في مشاكل معاها. حصلت قبل كده انها عملت مشكلة معاها وضربتها، ولما ضربتها راحت عملت فيها محضر واتحكم عليها بشهر حبس. لكن طبعا عملوا لها قعدة عرفية علشان ما تتحبسش طبعا، وهي من طيبة قلبها يعني تنازلت عن المحضر. وتم الصلح بينهم، وقالت انها تبدأ معاها بداية جديدة. لكن للأسف يعني الأشكال اللي زي دي ما بتتعصش يعني، فعملت معاها مشاكل تاني. وجت الواقعة ان بيقولوا ان كان في الاطفال بيلعبوا مع بعض، يعني الولاد الصغيرين بيلعبوا مع بعض، فحصلت مشاجرة بينهم. فطبعا الاهل اتدخلوا، فهو ما استحملش طبعا من مراته بقى، يعني هو اتشحن منها. وقام ضرب عليها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نزل عليها من قدام شقتها وسحلها لحد تحت قدام اولادها. حتى ابنها الصغير حاول انه يدافع عنها، راح ضربه هو كمان، وهاتك يا ضرب وسحل فيها واهانه. طبعا يعني الفيديو صادم لينا كلنا، لان اللي بيعمل ده هو اخو جوزها. زوجها يعني عايش بره مصر او بيشتغل بره مصر، فهو مواش موجود. فهو المفروض انها في حماية اخو جوزها، فلما يحصل ده من اخو جوزها المفروض يحميها. فده صادم يعني صدمة كبيرة لينا، ان ازاي هو اللي بيحميها هو اللي بيضربها. وايا كان نوع المشاكل ما توصلش بيه للحد ده، لان المفروض ان يبقى فيه تصرف تاني خالص. لو حتى في المشاكل بين السيدات او بين الاولاد الصغيرين، هو المفروض يبقى عين العقل، يعني هو العقل فيهم. احنا عارفين الاطفال دماغها صغيرة، ستات برضو دماغها صغيرة، يبقى مين اللي يتصرف بحكمة؟ الراجل. ولكن انت ما تمشيش ورا مراتك. يعني احنا واضح قوي من شكله ان مشحون شحنة كبيرة قوي منها. يعني الله اعلم باللي حاصل، بس يعني الابعاد بتاعت الحكاية بتقول ان السيدة دي في مشاكل مع سلفتها، وسلفتها دي مش كويسة. يعني سلفتها دي اصلا انسانة مش كويسة، وبتختلق لها المشاكل دايما، يعني وحشة. فطبعا اكيد ان هي اللي شحنت جوزها بالشكل الفظيع ده، وان هو يمشي ورا مراته. يعني فده يعني احنا شايفين مفيش رجولة ان هو يضربها. يعني لمجرد ان راجل يمد ايده على ست، ده خلاص ما بقاش راجل. احنا كلنا عارفين ان فيش راجل بجد هي يمد ايده على واحدة ست. فلما يروح ويضرب واحدة ست وتكون يعني اخت، تكون زوجة اخوه، لا دي تبقى بجد فيها وقفة. لان احنا كلنا عارفين ان بيت العيلة يعني اللمة، يعني الحب، يعني التعاون. يعني لما يبقوا مع بعض في مشكلة كلهم يبقوا مع بعضيهم، وإلا كانت ايه الحكمة من بيت العيلة ده؟ يعني كلنا عارفين ان الفلاحين بالذات بيعملوش الا بيت عيلة، ولازم كلهم يتجوزوا في نفس البيت. عشان ده، علشان لما يبقى في مشكلة كلنا نقف مع بعض، عشان يبقوا اخوات وما يتفرقوش، عشان يحبوا بعض. لكن مش عشان يتضربوا. يعني هي مش جاية بيت العيلة عشان تتضرب. يعني ان هو جايه لكم في بيتكم بتقول من 15 سنة وهي بتتهان، يبقى في مشكلة، يبقى الحكمة راحت يعني من الموضوع. يبقى ملوش لازمة ان تقعد معاهم حقيقة. يعني انا مش عارفة ايه اللي مقعدها في وسطهم، ولكن كل واحد له طبعا يعني حياته الخاصة. احنا ما نعرفش ايه اللي حاصل يعني، ولكن لمجرد ان زوجها مش موجود، هو المفروض ان هو يبقى الداعم ليهم، وهو اللي يبقى الحامي ليهم واولادها، مش هو اللي يضربهم. يعني ده هو بيضرب الطفل الصغير كمان معاه. فيعني واقعة بجد اثارت غضب الناس كلها، وكل الناس متضايقة على المشهد. يعني زوجها كمان يعني شاف الفيديو، للأسف بيقولوا في حالة انهيار، اللي مش عارف يرجع لهم. طبعا تم القبض عليه يعني بعد تداول الفيديو وانتشاره بشكل يعني شايفينه انتشر جامد جدا.
طبعا القوات الأمنية فحصت الفيديو وعرفت تجيبهم فعلا، وجابت الشخص ده بالفعل وتم القبض عليه هو وزوجته. وطبعا هيتم بقى التحقيق معاه ويشوف الواقعة ماشية ازاي. لكن هي السيدة اللي عرفنا انها هي ما عملتش محضر ولا حاجة، هو الفيديو انتشر على طول. فالشرطة ما شاء الله احنا يعني بنشكر الداخلية حقيقة، عاملة شغل جامد جدا اليومين دول بجد يعني. فأي يعني فيديو هينتشر بالشكل ده هي هتجيبهم، يعني أي حد هيعمل أي مشكلة والفيديو هيتصور على طول هي هتجيبهم. يعني هم حتى جايبينهم على صفحة الداخلية، كلنا بقينا متابعينها دلوقتي. فهي جابت فعلا الشخص ده، مصوره هو ومراته، وتم القبض عليهم بالفعل وجاري التحقيقات. فاحنا بنشكر الداخلية طبعا على المجهود اللي بيعملوه. منتظرين تعليقكم، يعني علقونا على، يعني قولوا لنا رأيكم في الواقعة، وازاي ده يمكن يحصل يعني في بيت، المفروض بيت في أرياف، يعني حاجة صعبة. يعني منتظرة منكم المشاركة، وما تنسوش اللايك، ولو حابين فيديوهات تانية تشتركوا معايا في القناة. وبالنهاية أترككم في رعاية الله، ولكم مني تحياتي.